مرحبا. بدي أحكي اليوم عن فيديو شفته عن فتاة يعني بالمغترب، يبدو هي سورية، عم تحكي، عم تخاطب الناس اللي هن بالبلد يعني بسوريا لساتهم. بقى شو عم تقول هي؟ عم تقول انتو شو مفكرين انتو الناس اللي بالغربة، الناس اللي بأوروبا أغنياء صاروا مليونيرية، نحن معترين، نحن عايفين حالنا، انتو فكريننا انه نحن معانا مصاري واللي بيجي على أوروبا بصير معه مصاري كتير. نحن ما معنا شي، نحن ما عنا شي، إذا بناخد 2000 يورو بنحطهم حق فواتير وما بيضل معنا شي. لا، أنا كتبت لها تعليق بأنه لا حبيبتي، أنا بالمغترب وبأوروبا، وبدي أقول لك هذا الكلام مو صحيح. هلا ما بدي أقول كذابة لأني أنا مترباية صح، أو إنه هي بدها تتهرب من قرايبينا أو من معارفها أو من أحبابهم اللي هن بسوريا وما بدهم يساعدوهم، فهي نقطة تانية يعني. أما نقول اللي عايش بأوروبا مثل اللي عايش بسوريا، كل واحد بيقول هيك بيكون كذاب. اللي عايش بأوروبا بالتأكيد أحسن بمليون مرة من اللي عايش بسوريا. كل مقومات الحياة موجودة هون بأوروبا، كهرباء، المي، البنزين، المواصلات، يعني حتى لو ما معك سيارة المواصلات متوفرة، يعني القطارات، الترامات، الباصات، كل أنواع المواصلات موجودة ومتوفرة وبكثرة. يعني إنه أنت بتوقف على موقف الباص كل 10 دقايق بمر باص، وأحيانا كل 5 دقايق حسب، إلا إذا في أيام في إضراب مثلا. أما نقول إنه أوروبا ما فيها شيء ومعترين. تاني شيء، هلأ اللي ما بيشتغل، اللي عطال بطال ويفكر أوروبا بيت اللي خلفه بده يقعد ويسرح ويمرح ويصرف على كيفه، أكيد رح يعيش شحاد. هذا مو يعيش بأوروبا، هذا وين ما بيعيش رح يعيش شحاد إذا هو ما بده يشتغل. أما اللي بيشتغل لا، بيوفر وبيقبض مصاري منيح وبيعيش حياة مرفهة ولا بيجوع، وبيشتري كل مستلزماته وبيعمل كل شيء. يعني بيكون عنده سيارة وبيكون عنده بجوز مستأجر بيت، ما شرط يكون عنده بيت. بس هلأ بقولكم أنا ليش هني بيقولوا إنه نحن ما معنا مصاري، لأنه هني بيكونوا عم يوفروا. يعني هني ما نهم مضطرين يساعدوا وما يوفروا، يعني هني حاطين مبلغ، بيحددوا مثلا مبلغ للمصروف، المبلغ للتوفير، جمعية، لأنه هني عم يفكروا للمستقبل، يصير عندهم بيت ملك، يصير عندهم سيارة رفاهية، يسافروا، يفتحوا مشروع بسوريا مثلا مطعم، أو حتى إذا ما نهم ناويين ينزلوا على بلدهم يعني يفتحوا مشروع هون خاص فيهم. وما أكثر السوريين اللي فتحوا مشاريع بأوروبا يعني، والكل بيعرف، مو بس بأوروبا، حتى بالدول العربية اللي راحوا معظمهم فتحوا مشاريع. واللي كان مجرد عامل بسيط بمطعم صار عنده مطعم. طبعا الله يرزق الجميع، حلال عليهم. بس أما نقعد نشكي ونبكي للناس السوريين ونقول لهم نحن هون بالغربة نحن معترين وما معنا مصاري، ونحن منين بدنا نجيب، يعني أنتم مفكريننا هيك، منين نحن ما معنا نعطيكم. يا حبيبي حاجة تكذب. كل اللي موجودين هون بأوروبا وعم يشتغلوا معاهم وزيادة، بس قول ما بدك تساعد حدا، من الآخر يعني، نقطة، انتهى.